اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، عارفه اني مقصره معاكم وبقالي يومين او 3 ايام، لا اكتر، ما بنزلش معاكم فيديوهات، بس معلش. بجد غصب عني، وعارفه ان انا مقصره معاكم، بس معلش سامحوني. تعالوا بقى نبدأ ناخد السجادتين الحلوين دول. انا عندي سجاد تاني بس هناخد دول بس النهاردة زي ما انتم متعودين معايا. ببدأ اول حاجة بالغسيل. طبعا انا هنا خلصت الغسلة، وادي الباسكت هطلع الغسيل واحط كمان بداله. بس قبل ده كله لازم ابل السجاد بالمية علشان خاطر الاتنين يتبلوا مع بعض، عشان اوفر مية يا جماعة زي ما انتم عارفين، يعني مش هخبي عليكم. المهم حطيت الاوكسي اهو، ده الستاير بتوعي بتوع البلكونه. قلت اولع معاهم كده، اولع عليهم في الغساله معاكم كده عشان نخلص منهم بالمره. المهم جبت السجادتين كده ويلا حطيت الاوكسي والكوريكس الالوان ودعكت هنا. بصوا انا طبعا الجو كان بيبقى حر عليا وانا بصور وبعمل حركة وكده، فبيبقى الجو صعب قوي يا جماعة. فطبعا اعذروني ان انا ما غسلتش معاكم السجادة كاملة يعني، بس هي مش محتاجة يعني. المهم ان انا غسلتها، دي شعر وتقيلة، لما بتتغسل كمان بتتقل اكتر بالمية. بس الحمد لله انا غسلتها، وهاخد التانية بقى مع نفسي. والحمد لله خلصت منهم. هشطف بقى. بصوا بقى دي غول مية، ما بتشبعش مية. بصوا. المهم خلصتهم وشطفتهم طبعا بسرعة قوي، بس مش بالسرعة دي يعني. وسبتهم في الحمام يتصفوا، وطلعت بره البلكونة ألم شوية الغسيل اللي كانوا على الحبل. كان عندي دورة فوط كده زي ما انتم شايفين، وهدوم كده جينز وباديهات. برضو هلمهم معاكم كده ونخلص منهم، عشان عندي شوية غسيل ألوان أنا غسلاهم. وكمان هنشر معاكم الستارة ومفرش الترابيزة. تمام. عايزه اقول لكم ان انا لما بخلص كده بدري، لما او يعني انا عندي النور بيقطع الساعه 6، من 6 ل7. فانا لما بخلص كده الصبح وببدأ بالغسيل، انا برتاح يعني. بخلص غسله في غسله، باخد لي غسلتين بصراحه بيشيلوا من عليا كتير قوي. فبرتاح يعني بصراحه، بيريحوني في يومي. وكمان الباسكت ما بيبقاش مليان غسيل، يعني بلحقه كده اول باول طبعا. انتوا عارفين يا جماعة الاطفال بتغير كتير، واحنا في صيف كمان كل شوية بياخدوا حمام وبتاع، فاللبس بيبقى كتير، والشتا لبسها اكتر. مش بقى لبسها في ان احنا بنغير كتير، لا، اللي بيقلع كتير. المهم في جميع الاحوال احنا مش بنبطل غسيل يعني، عموما الناس كلها. المهم اخد التيشيرتات وباديهات وهدوم العيال كده انشرها دي، وتاني يوم الصبح بلمهم، وهكذا. هنشر بقى شوية الغسيل دول كده ياخدوا ايه. هنا كانت الساعة مش عارفة كانت 3 ولا 2:30، يعني انا مش متذكرة بصراحة. بس المهم ان الجو كان حلو قوي، حتى بص تلاقي الغسيل بيطير. بس الحمد لله خدتهم كده وخلصت منهم ونشرتهم. وطبعا السجاد ما اقدرش انشره دلوقتي، زي ما انتوا عارفين انا تحتيه محلات. وطبعا ما ينفعش انشر طبعا عشان خاطر المية ما تسقطش عليهم تحت، وفي ملابس وهدوم بتاعت ناس. فطبعا بضطر ان انا استنى لحد ما يتصفوا خالص لحد اخر اليوم، وبعدين انشرهم بالليل. يا اما بستنى جوزي ينشرهم لي، يا اما انا بنشرهم. مش هتفرق، المهم يكونوا صفوا ميتهم. تمام. تمام. ده مفرش السفرة اهو في ايدي، بس انا هنشره الناحية التانية عشان هنا الغسيل كان لسه كتير معايا. فانا هنشر بقى المفرش دوت بالستاير اهو. بصوا هنا اهو نشرت اهو. جبت لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا، وفي الاخر بقى هبقى اوريكم. طبعا التيشيرتات كانت بكترة، كانت تيشيرتات كتير جدا عايزة تنشر، والتيشيرت بتاعي وتيشيرتات يعني. المهم ما تنسيش تحطي لي لايك طبعا، لو انتي ناسيه انا ديني بفكرك. حطي لي لايك للفيديو، جامد جدا. المهم كده خلصت الغسيل اهو. انا بوريكم كميه الغسيل، التيشيرتات والبنطلونات والستاير غسلتها اهو، والمفرش الترابيزه. وكده ابقى انا خلصت من الغسيل والحمد لله. تمام تمام. تعالوا بقى هنا، انا ده تاني يوم خرجت، رحت انا واخت جوزي
بلازا عشان نشتري هدوم. احنا عندنا فرح، فكانت عايزة تشتري هدوم يعني للفرح وكده، فروحنا بلازا. عايزة اقول لكم اليوم ده يعني هي طرت في الاول اليوم، وبعد كده الجو قلب، مش عارفة ليه بقى حر. حاجة غريبة يعني، بالنهار طراوة وبالليل حررت، مش عارفة ازاي. المهم دخلنا المول كده من جوه، ف قعدنا بقى نتفرج كده. يعني قابلنا يعني أغلبية معظم الهدوم تيشرتات، تيشرت زي ما تقولوا كده، الناس عايزة تحط التيشيرت عليها وتمشي. هنا اخت جوزي كنت بصور كده خطوات رجلينا، عشان طبعا ايه ما اجيبش ناس ماشيه في الشارع قدامي، عشان ما اكشفش حد ولا اجيب حد في الكاميرا. المهم ان ايه المكان كان حلو هادي لحد ما الدنيا يعني بعد الفطار في ناس كتير كانت صايمة، فلحد بعد الفطار كانت الناس ابتدت تزيد. طبعا هنا لسه هنا كانت لسه المغرب ما أذنتش. عايزة اقول لكم هنا نظام المحلات فساتين وتيشيرتات وبنطلونات جينز او السوت، يعني كل الهدوم عبارة عن كده. تعالوا بقى، دخلت المحل ده ليه فرع في العسوي، فده المحل التاني اللي هم لسه فاتحينه في بلازا. هنا ده تيشيرت، بصوا جميل حلو قوي ولونه احلى كمان، وفي منه الالوان دي اللي هو اللون الكموني ده والموف، وفي لون تاني هوريهولكوا دلوقتي. وده البنطلون ده خطير، البيج ده، بصوا فيه الالوان الفوشيا بتاعه. تيشيرت فيه منه الفوشيا، وفي منه الوان بصراحة حلوة قوي، بس تيشيرت يعني ما ينفعش فرح طبعا. وفي تيشيرتات هنا وفي بنطلونات هنا جميلة بصراحة، اللي هي الواسعة دي حلوة قوي. بس احنا هنا كنا بنتفرج وبفرجكم كمان معايا، هفرجكم دلوقتي على الهدوم. بصوا هنا نظام بلوزات اللي هو الشميز او سوت، والتيشيرت بتاعه من تحت فساتين. انتوا عارفين المصيف والصيف بيحب الهدوم اللي هي المرحرحة الخفيفة دي. فده النظام بتاع المحل. وده بادي توب، طبعا هو كله النظام كده. والبادي ده حلو قوي برضو، تلبسيه تحت اي حاجة. وده فستان كده قصير، وهنا برضو ده جيب كده بنطلون، وجواكت بقى جينز. طبعا عايزة اقول لكم ان المحل يعتبر كله هدوم كاجوال، ما تنفعش ابدا لمناسبة او فرح، الا في بليزر زي البليزر دوت. وفي كذا بليزر كده في المحل، بس فكرة البليزر يعني ما كناش متقبلينها خالص. هنا برضو تيشيرت ده فيه حركة كده من عند من قدام كده. ده في منه الابيض وفي منه الاسود وفي منه الفسفوري ده الخطير ده، وفي منه الابيض السادة. وهنا في رسمة تانية، يعني في كذا حاجات. وفي الروز ده، بس الحاجات دي توب يعني قصيرة. المهم وبنطلونات جينز كده يا جماعة. وفي فستان هنا خطير عجبني جدا، بس طبعا يعني انا مش عارفة يعني ما بفكرش البس فستان، بس هو كان ستايله ولونه حلو قوي. المهم يعني وجواكت كات والحاجات دي كلها كده اللي هي معروضة في المحل، عبارة عن لبس ما ينسبش ابدا للافراح. بس حبيت اصور لكم كده مقتطفات تحبوا تاخدوا فكرة يعني. بس نظام المحلات كلها كده. فاكرين البنطلونات اللي هي الكارينا اللي هي بالاستك من تحت؟ بصوا انتوا واخدين بالكم من الفكرة دي؟ عايزة اقول لكم خامة البنطلون ده خطيرة، كان عاجبني جدا. شايفينه؟ انا كنت بصور لكم بقى ايه وانا في المحل كده. بصوا يعني ما علينا من التليفون الجراب اللي مش حلو ده. وهنا قلت لازم تتفرجوا على المقطع ده. بصوا يا جماعة المنظر كأنكم في بلاد بره، خطير بجد، شكله حلو قوي. انا كنت فاتحة الصوت بس مش عارفة هو اتكتم ليه. وبعد كده طلعنا مشينا هنا في المرسى الممر ده. قعدنا نمشي برضو شوية حلوين، نتفرج برضو على المحلات. وزي ما انتوا شايفين هنا بقى كن خلاص الوقت أزف. كانت أخت جوزي صايمة، كانت عايزة تفطر، فقلنا ناكل كشري. المهم في محل كده اسمه دقة هنا في المول، اهو كشري وسندوتشات دقة. المهم طلبنا 2 كشري سخنين نار جهنم.
علشان طبعا يبقى على الميعاد الفطار الاكل سخن. عايزه اقول لكم الكشري كان خطير خطير. المهم طبعا انا لازم كشري يعني شطه. عايزه اقول لكم كان متحبش بقى وكان يجنن. وكمان طلبنا فطيره بالبسطرمه. هنا بقى كنت جايبه ترمس الشاي معايا. لازم يا جماعة لازم نكمل القعدة. كنا جايبين مية معانا وشاي. وهنا البيتزا الفطير قصدي اللي بالبسطرمة. طلبنا فطيرة بالبسطرمة كده بعد الكشري. المهم يعني كان يوم حلو. وقلت اصور لكم البغبغان اللي كان قاعد في القفص ده اللي كان مفتوح وكنت خايفة يطير عليا او يعضني. مش عارفة كنت قلقانة منه بس شكله كيوت وغلبان. يا رب يكون الفيديو خفيف ويكون لطيف كده وخدتكم كده. قلت بقى نغير من البيت مع اننا برضو البيت معانا بس يلا مش مشكلة. المهم وتعالوا شوفوا منظر القلة الخطيرة دي. بس انا مشربش منها هي منظرها حلو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.